السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام. أهلا بكم أحبائي حبيباتي في كوزينتنا دي زاد. اليوم حبيت نشارككم معايا في المبرجة تاع الربيع. أنا في وقت الربيع منين يدخل مارس نبداو نوجدوا للربيع. نروحوا مباشرة حبيباتي للمقادير والتحضير. هنا بالبول تاع الشربة كيلت به السميد العادي اللي نخبزوا به الخبز والمطلوع والكسرة. درت 3 كيلات منه، سي نورمال لهنا راني مصيراتو وحبيت نوجدو امامي ونحط لي ميزور باش ما نطولش في الفيديو. تابعونا حبيباتي لاخر فيديو وتكتشفوا هاد المبرجه كيفاه تجي او البراج كل واحد كيفاه يسميها. لهنا درت الكيلة ناقصه 2 صباع تاع السمن، يكون لازم يكون بارد باش ما يطرطقش هذاك السميد وما تتحركوش او ميم طون. كذلك نعمرو بالزيت، زيت المائده. نبسس الدقيق نتاعي كما راكم شايفين. نبدا بالحاجه الاولى التبساس، لازم قد ما تبسوه يجي مليح ويجي بنينه المبرجه. سر نجاحها هو التبساس. هنا نحك ما بين يديا كما راكم شايفين. نبروفيتي قبل رمضان ان شاء الله انا نكمل معاكم هذا الوصفات حتى يلحق رمضان ونديروا حوايج رمضان على في يومها. وحبيباتي منين يحبوا يشوفوا حابين الوصفه يشوفوها ولا يلقاوها ما يلقاوهاش يعني هابطه بزاف نعودوا فركتو. انا هذه هي رايي وما على باليش كل واحد وكيفاش. المهم هنا حكيت السميد كما راكم شايفين. السميد هذا العادي، ما نقولكمش تاع المقروط وما نقولكمش هذاك الخشين، هذا دقيق متوسط. هكذا نبسطها جيدا وخشت فيها هذاك السمن والزيت. انا جبت لي فيها السمن واللي يحب يدير المارغرين او الزبده كل واحد والذوق تاعو. لم السميد نتاعي لهنا خليه يتشرب من الليدام. نروح باش نوجد في نفس القصعه هذه الغرس. هنا راني مسحتها من الدقيق، ضفت قليل من الحليب. سر طراوه الغرس هو الحليب، يبقى ديما طري. وعلى بالكم المبرجه هذه مش راح نخبيها مينيموم يومين 3 كي تطول 3 جور يبقاو حبات منها. ما نقولكمش تبقى طريه وبتجي بنينه. المبرجه عمرها ما تطول، يعني واحد كيديرها في الدار ما تطولش، تتكلفي ساعتها. وانا منين درتها ديجا دشنوها منها يا ربي غير 2 طباصه. المهم هذه محبوبه عند الناس كامل اللي يحبوا الكسره المبسه، يحبوا المبرجه بالغرس. ما كانش اللي يقول لك ما نحبهاش، سيرتو لي في ليترونجي يسخفوا عليها. ان شاء الله شهيدكم في الجنه. لو يشوفني في الخارج وليا ما يعرفهاش ويشوفها يعني شهيتوا في الجنه، وان شاء الله معلومه يعني تهزوها وتقدروا ديروها. هنا بعد ما عجنت الغرس تاعي او التمر نسكرفرج عليه البشر تاع الليمون او تحبوا البرتقال، يعني للزوج يمدوا طعم واحد. الغرس قد ما تنكهيه يجي بنين او التمر، احنا نقولوا الغرس والشرق يسميوه التمر. هنا ضفت قليل من الماء الزهر، حبيت نعطرو به يجيني بنين. نضيف مغرفه تاع جلجلان او السمسم. لهنا راني محمصتها وريحيتها في الريحه هذيك تاع القهوه. ضفت قليل من القرفه.
قلت لكم نكهته بالكذا انواع كما راكم شايفين. هكذا ندخل كل شيء في بعضه داخل التمر هنا. نروح للدقيق. هنا درت كيلة تاع ماء يعني نخلط. هنا بعد ما شرب لي هذاك المدار راكم شايفينه صام في بعضه. درك نبرم بيديا ما نعجنهاش باش نشكل عجينه. هنا مانيش نعجن، هنا ندير هكذا باش الدقيق يخش في الماء وتخرج لي النتيجه مليحه. كي تعجنوه بزاف عارفوا بلي يدير هذاك العلك يولي مطاطي المبرجه ما تجيش ناجحه. ها هي بعد لميتها ندير هكذا باش يتم لي العجين. ها بعد ما تشكلت العجينه دوكا نقسمها على زوج. ونسيت ما قلت لكمش يعني الفيديو تاعي كي كنت نوجد فيه شويه ما نسيت ببعض المقادير اللي درتهم اللي هي الجلجلانيه والملح. ها هي بعد قسمتها على زوج. درت بشر ليمون كذلك في العجينه يعني بعدها نحطها لكم في صندوق الوصف باش تشوفوا المقادير سوا سوا. هنا دوكا نقرصها في البلاطو باه تجيني قد قد. هكذا ندير شكل مستطيل باش ندير الغرس يجي في الوسط يعني ما يهربش لا هكذا ويجي يمشي مع العجينه. ها كيما درتو يعني قد العجينه قد. درك نحط القرصه الثانيه. هكذا ونقرصها. لازم تغطيو الحواشي على الغرس ما يخرجش هو قبل الدقيق، لازم يكون مع بعضه طبقه واحده. نتمنى تكون لحقتكم الفكره. هكذا نقرصها كامل. ودوكا نسويها بالحلال بيجي السطح رطب مألمس. تابعوني حبيباتي اخر فيديو بعد تكتشفوا كيف طيبتها وتجي على حبه واحده في الطياب تاعها وما تتحرق لكمش وما تضربكمش هذاك الشياط في الدار. هنا ندير خطوط كما راكم شايفين ومن بعد نقطعها. حبيت نشوف قد يجيني الخط. شوفوا كيفاه جا السمك تاعها، ما جاش خشين وما جاش رقيق بزاف، وخصوصا الغرس يعني جا سوا. هنا حاطه الطاجين سخن لي يعني سخن لي بالبزاف تاع المطلوع او تاع الفخار واش عندكم، وزدت حطيت فوقو الطاجين تاع الكسره هذا اللي نطيب فيه المبرجه او البراج. فهمتوني؟ هذا هو السر تاع الطياب باش ما يخرجش الشياط هذاك، وكذلك يعطي لها اللون الوردي هذاك. هكذا طيب في غرضها ما تجيكمش تزربش تحمر لكم وهي مازالت ما طابتش. ها هي
شوفوا كيف قلبتها، شوفوا كيف اللون تاعها كيفاه جا. هذه هي من برجتنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تنال اعجابكم عطيتكم فكره كيفاه السر تاع طيابها. شاهدكم في الجنة حبيباتي، ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.